ليله الامتحان وكان فاضل لي المراغي والزيات وثلاث دروس من الوحده الثالثه، ومع ذلك رحت الحمد لله الامتحان. يعني ما تجيليش بقى انت تيجي تقول لي انا لسه فاضل لي درسين مش رايح الامتحان. فوق. تمام فوق. عملنا ايه؟ بعد التحية والسلام والصلاة على رسول الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ طمنوا عليكم. عملت ايه في امتحان التوحيد؟ عملت ايه في امتحان التوحيد؟ طمنوا عليكم. كان سهل صعب كده زي احنا الاتنين عارفين؟ خلصنا الامتحان بنرمي ورا ظهرنا نروح نشوف ايه المادة التانية. تمام كده يا باشا؟ تمام. معاك يوم ونص، هم حرفيا بص بالتفتوفة والسنتي والمتر وكل حاجة، هم على قد الادب والنصوص بالملي. مفيش وقت انت تضيعه، لا تكلم حد ولا تعمل حاجه ولا بص شغل البزراميط ده بقى ايه، سيبك منهم. يوم ونص عليهم 40 درجه لازم يجوا في الجيب. خلاص كده تمام. هنعمل ايه؟ انت عندك يوم ونص. طبعا حضرتك كل مره لما تيجي تذاكر بتذاكر من الاول للاخر. في الادب والنصوص انت خلاص هرست الاول وانت عمال ترضي نفسك ان انت بتذاكر من الاول وانت عارف ان انت في الاخر وحش، فاحنا هنذاكر من الاخر. خد لي 3 نصوص من ورا، الزيات، المراغي اللي هو صخرة الملتقى، ومن في الادب برضو من ورا المسرحيه والقصه والكلام ده كله. تمام كده حضرتك؟ تمام. بعد كده بكره ان شاء الله هتاخد الوحده الثانيه الوحده الثانيه واللي هو محمد عبده، ومعاك برضو نصين او 3. هحاول تخلص النصوص الصبح عشان تراجعها تاني على مدار اليوم، وبعد العصر كده تاخد الوحده الاولى. طبعا الوحده الاولى دي انت حضرتك هرستها وظبطتها. في حاجه انت مش واخد بالك من، انت بمجرد ما تقلب الصفحه كده هتلاقيك نسيت الصفحه اللي قبلها. عادي، كمل خلص منهجك، كمل خلص منهجك. تمام كده يا دكتور؟ بعد ما تخلص اي وحده ادي والدتك سماعه، اتفضلي يا حاجه سماعي لي. تمام؟ خد يا ماما سماعي لي، خد يا بابا سماعه، خد يا ادي اختك ادي اخوك، اي حد يسمع لك. تمام يا الباشا؟ تمام. طب بعد كده هنعمل ايه؟ في مدرسين منزلين فيديوهات اسمعهم. لا انا هذاكر بس الادب والنصوص كده كده مفيش حاجه، اسمعهم. ساعات الادب والنصوص بيجي فيها اسئله ما جاتش قبل كده، هم ربنا يديهم صحه بيبقوا عارفينها. تمام. طب هنسمع لمين؟ كل اساتذتنا على دماغنا. رقم 1 دكتور ابراهيم طناني، رقم 2 دكتور عبد الله ابو طالب، رقم 3 سعيد الفقي، رقم 4 المفيد، وغيرهم من اساتذتنا. يعني اي مدرس انت مبسوط معاه كمل معايا يا باشا براحتك، براحتك كمل معايا. تمام. بس اول 3 لازم تسمع لهم. تمام يا باشا؟ تمام. يعني بعد ما تخلص كده وانت على السرير شغل الفيديو، هو سرع في 2، هو بيبقى ساعه. خلاص بس كده. طب تمام. بعدين بقى انا لسه فاضل لي دروس كتير ما ذاكرتهاش، هعمل فيها ايه؟ هتقدر تجيبها. يعني الليله دي وعلى عكس كل ليله انا اقول لك ما تروحش الامتحان غير وانت مذاكر كل حاجه. ما تروحش الامتحان غير وانت مذاكر كل حاجه، لان الادب والنصوص كله مواضع امتحانات، كله مواضع امتحانات. لازم تذاكر كله. يعني اقسم لك بالله العظيم، اقسم لك بالله العظيم، انا اليوم ده كان المهم يعني كانت حصلت مشكله بيني وبين زمايلي في نص اليوم ده، فنص اليوم يعتبر ده ما جبتش فيه غير اول وحده ونصين. فضل لك يوم تجيب فيه باقي منهج الادب وباقي منهج النصوص. اقسم لك بالله ان انا وصلت الساعه 12 وكنت لسه بفتح في المراغي. تمام؟ الساعه 12 بالليل ليله الامتحان، كنت لسه بقول بسم الله في المراغي. الساعه 3 الفجر انا كنت لسه بفتح الزيات. انا كنت خدته بس انا كنت راكنته وما سمعتوش. انا كنت الساعه اقسم لك بالله الساعه 3 الفجر كنت بفتح الزيات لاول مره. انا ما نمتش غير الساعه 5 تقريبا، نمت ساعتين قبل اللجنه وقمت رايح على اللجنه بس. والحمد لله جبت 38 من 40 في الادب والنصوص. تمام. فبقول لك شد حيلك، ربنا يوفقك، ارمي كل حاجه ورا ظهرك. مش عايز اي حد يسال تحت انا غلطت كتير هلحق ولا مش هلحق. ان شاء الله هتلحق، ان شاء الله هتلحق. سيبها بس لربنا كده واعمل اللي عليك وتوكل. تمام. مش عايز اطول عليك اكتر من كده عشان انا عارف انت وقتك ثمين وانا وقت والله عندي امتحانات برضو، فعايز دعواتك بس، دعواتك اهم حاجه كده. دعنا ربنا معاكم معانا يا رب يا شباب ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما تنساش بقى تشترك في القناه ولايك وكومنت جميل بتاعك وتبعت الفيديو لزميلك عشان تستفيد. ما تبقاش حربوق ما تبقاش حربوق. حب الخير لغيرك، حب الخير لغيرك عشان ربنا يكرمك. خلاص بقى عمال تحقد لاي حد ما يبقى زي شبه السلايه. اتقوا الله شويه. يلا سلام.